جحا في المولد النبوي من حواديت زمان. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك، وقول لنا رأيك في التعليقات. تبدأ الحكاية: كان يا مكان يا سادة يا كرام، ولا يحلى الحديث والكلام إلا بذكر الله، وحدوا الله، لا إله إلا الله، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كان في واحد اسمه جحا، كان متجوز من واحدة اسمها مرزوقة. في يوم من الأيام مرزوقة قالت لجحا: النهاردة المولد النبوي، وأنا عايزاك يا جحا تجيب لي حلاوة المولد، وكمان تجيب لي عروسة المولد. رد جحا وقال: بس حلاوة المولد السنة دي غالية جدا جدا، اطلبي أي حاجة تانية. بصت له وقالت له: خلاص يا جحا، روح وهات أمي تقضي معانا اليوم النهاردة. بص لها جحا وقال لها: طيب تحب يا مرزوقة عروسة المولد من العادية ولا من اللي بتطير؟ وهم قاعدين الباب خبط. راح جحا فتح الباب، بيبص لقى حماته واقفة قدامه، وقالت: النهاردة المولد النبوي، وقلت آجي علشان أزوركم وأتغدى معاكم. جحا بص لمراته وقال لها: أمك جات أهي، وهتقعد معاكي طول النهار كده، يبقى مفيش حلاوة المولد. حماة جحا بصت له باستغراب وقالت له: إيه ده أنت يا جحا بتاخد من السلطان أموال كتير وهدايا وعطايا، الفلوس دي كلها اللي معاك، وبتقول مش هتجيب حلاوة المولد؟ بص جحا وقال لها: لا يا حماتي العزيزة، أنا مش هجيب حلاوة المولد، كفاية عليا حلاوة عينيكي اللي جايباني في الأرض. ردت حماته وقالت له: اتعدل معايا في الكلام أحسن لك يا جحا، بدل ما ادعي عليك واحنا دلوقتي في المولد النبوي. رد جحا وقال: خلاص يا حماتي العزيزة، أنا هجيب لزوجتي عروسة المولد، وهجيب لك انتي الحصان بتاع المولد. وبعدين جحا قال في سره: يا رب الحصان بتاع المولد يرفسك يا حماتي. حمات جحا قالت له: طيب يا جحا، روح يلا دلوقتي، روح والحق الراجل وهات لنا منه حلاوة المولد. رد جحا وقال: خليها بكرة يا حماتي، أنا جاي النهاردة من الشغل تعبان. ردت حماته وقالت له: اسمع بقى يا جحا، مفيش حاجة اسمها من بكرة هبدأ، لا، في حاجة اسمها أنا دلوقتي هبدأ، لازم تبدأ من دلوقتي. لو عايز تكون إنسان ناجح إياك تقول بكرة، يلا يا جحا دلوقتي، يلا روح هات حلاوة المولد. رد جحا وقال: بصراحة أنا عجبتني نصيحتك جدا جدا جدا، وهاخد بيها إن شاء الله وهطبقها من أول بكرة. ردت حماته وقالت له: ولما باجي ونكد عليك انت بتزعل. مرزوقة بصت لجحا وقالت له: مالك يا جحا، في ايه؟ رد جحا وقال لها: مفيش. مرزوقة قالت له: طيب مالك يا جحا؟ رد جحا وقال: ماليش. مرزوقة قالت له: في حاجة مزعلاك؟ رد جحا وقال: ما انت لو مهتمة كنت عرفتي لوحدك. ردت مرزوقة وقالت له: بقول لك ايه يا جحا، انت ما تغلبنيش، بص يا جحا اعتبرني صاحبتك وقول لي ايه اللي مزعلك. رد جحا وقال: مراتي وحماتي مكرهني في عيشتي. حمات جحا بصت له وقالت له: بقى كده يا جحا ليه؟ هو انت مش فاكر ايام زمان، ايام ما كنت لسه خاطب مرزوقة؟ ده انت كنت بتخاف عليها وعلى طول بتبقى قلقان عليها، ايه اللي حصل دلوقتي؟ رد جحا وقال: ايوه يا حماتي العزيزة، ايام زمان كانت هي لابسة في ايديها دهب الشبكة، فلازم طبعا اقلق عليها وخاف عليها. حمات جحا قالت له: قول لي بقى يا سي جحا، انت ليه مش عايز تجيب حلاوة المولد؟ رد عليها جحا وقال: يا حماتي العزيزة، انا جاي من الشغل تعبان، تحلي بالصبر، قلت لك بكرة. ردت وقالت: نعم، تحلي بالايه؟ رد جحا وقال: قلت لك تحلي بالصبر. ردت حماته وقالت له: لا يا جحا، انا مش عايزة اتحلى بالصبر، انا عايزة اتحلى بحلاوة المولد. جحا قال لحماته: حاضر، هنزل دلوقتي واروح اجيب حلاوة المولد واجي على طول.
مشى جحا وراح السوق. مرزوقة بصت لأمها وقالت لها: ليه يا أمي خليتي جحا ينزل دلوقتي؟ ما كنت خليها بكرة الصبح حتى يكون جحا ريح من الشغل. ردت وقالت: شوفي بقى يا بنتي، أنا هقولك على نصيحة. الستات عندهم حاجة اسمها بالمرة، وده بيخليها ممكن تشتري 322 حاجة في ساعتين، وهي ماشية تجيب الحاجة تقول: طب بالمرة أروح أجيب كذا، طب بالمرة أروح أحود على كذا. على طول يا بنتي بتنجز وبتعمل مشاورها كلها في ساعتين. الراجل بقى ربنا أنعم عليه بحاجة اسمها بكرة إن شاء الله، لما ربنا يسهل بعدين إن شاء الله نبقى نجيبها. وده بيخلي الرجالة تعمل 7 أو 8 حاجات طول حياتهم وهم مرتاحين البال. انت عارفة يا مرزوقة يا بنتي، مرة الباب بتاع الأوضة بتاعتنا اتكسر. قلت لأبوكي يروح يجيب النجار علشان يصلحه، وهو يقول لي إن شاء الله بعدين لما ربنا يسهل. فضل على كده، وآخر ما زهق مني قعد يزعق لي ويشخط فيا ويقول لي: في إيه؟ ما قلتلك هعمل الباب؟ خلاص مش كل 6 شهور تفكريني. أنا قلتلك هعمله يعني هعمله. ادي الرجالة يا بنتي. مرزوقة قالت لأمها: أيوة صحيح، أما الأبويا فين؟ ما جبتهوش معاك ليه؟ ردت عليها أمها وقالت لها: اسكتي يا بنتي، ده أنا اتخانقت النهاردة مع أبوكي. مرزوقة قالت لها: ليه يا أمي؟ ردت حماد جحا وقالت لها: أنا يا بنتي قلت لأبوكي أنا في شوية تجاعيد ظهرت على وشي، وحاسة إن أنا وشي كبر شوية في السن. هات 1000 دينار، طلبت من أبوكي 1000 دينار علشان أروح أجيب أعشاب أحطها على وشي علشان تزيل التجاعيد وترجعني شابة تاني وتبقى البشرة بتاعتي نضرة. بصت لها كده مرزوقة وقالت لها: يا أمي أنت مش محتاجة الكلام ده. ردت وقالت لها: قولي لأبوكي. أبوكي لقيته بص في وشي كده وبعدين جاء قايل لي: 1000 دينار مش كفاية، ده انت عشان وشك يرجع تاني وش بني ادمة محتاجة 100,000 دينار. قعدت سويت عيشته على طول وسبت له الدار وجيت عليكي. حماد جحا بصت جنبها لقت مجموعة من الرسايل. سألت بنتها مرزوقة وقالت لها: ايه يا بنتي الرسايل دي؟ ردت وقالت: دي رسايل بتاعت جحا، بس انا معرفش جواها ايه. بصت امها وقالت لها: يا خايبة يا ميلة، مش تفتحي وتقري الرسايل دي وتشوفي الورق ده مكتوب فيه ايه؟ ردت مرزوقة وقالت: وانا مالي، دي حاجات خاصة بجحا، ومن الادب ان المرأة ما تفتحش الرسايل بتاعت زوجها وما تتجسسش عليه. بصت لها كده بغضب وقالت لها: ده انت خايبة وميلة، يعني ايه الستات ما تقراش الرسايل بتاعت جوزها؟ ده احنا بنقرا الفنجال وبنقرا الطالع والمستخبي. جحا راح السوق علشان يشتري حلاوة المولد. أول ما وصل عند الراجل بتاع الحلاوة لقى الشيخ البحبحاني قاعد هناك، والشيخ البحبحاني راجل حلاق بيدعي إنه شيخ وإنه بيعرف في علوم الدين والشريعة، وكمان عنده علم الفلك وعلم الحساب وعلم الطب. جحا سأل الشيخ البحبحاني وقال له: بتعمل ايه هنا يا شيخ بحبحاني؟ رد البحبحاني وقال: انا جاي هنا يا جحا علشان ادور على عروسة. جحا فكر ان البحبحاني بيدور على عروسة المولد، فالبحبحاني قال له: اللي قول لي يا جحا ازاي اختار العروسة؟ رد جحا وقال: عندك عرايس كتير اهي، اختار منهم اللي تعجبك. رد البحبحاني وقال له: لا يا جحا، انا مش قصدي عروسة المولد، انا قصدي عروسة بجد بحق وحقيق. رد جحا وقال: لو عايز تختار عروسة اختار اللي تكشيرتها وحشة. رد البحبحاني وقال له: يا جحا، انت كده اتلخبطت ولا ايه؟ انت قصدك اللي ضحكتها حلوة. رد جحا وقال له: لا، انا ما اتلخبطتش ولا حاجة، لما تيجي تتجوز اختار اللي تكشيرتها وحشة، لان التكشيرة هي اللي هتدوم. الشيخ البحبحاني قال لجحا: انت عارف يا جحا ان انا عايز اتجوز بنت الراجل اللي بيبيع حلاوة المولد؟ عارف ليه يا جحا؟
رد جحا وقال له ليه يا شيخ بحبحاني؟ رد البحبحاني وقال له علشان هي مش بتحب اللحمة خالص. عارف ده معناه ايه يا جحا؟ جحا قال له ده معناه ايه يا شيخ بحبحاني؟ رد البحبحاني وقال ده معناه ان انا لما اجيب الكباب هاكل انا الكباب وهي هتاكل البقدونس اللي مفروش تحت الكباب. يا سلام يا جحا، هي دي اللي هتوفر لي في اللحمة. انا اكل اللحوم براحتي لوحدي، وبعدين صوابعها رفيعة هتوفر في الدهب. جحا قال يا شيخ بحبحاني هو انت مش متجوز؟ رد البحبحاني وقال ما انا خلاص طلقتها يا جحا. رد جحا وقال وليه طلقت مراتك يا شيخ بحبحاني؟ رد الشيخ البحبحاني وقال انت عارف يا جحا ان انا بشتغل حلاق، وانا كنت منبه عليها انها ما تخرجش من البيت ابدا ولا تروح عند امها، علشان انا وامها متعاركين مع بعض وزعلانين، وحلفت عليها انها ما تروحش عند امها، وقالت لي ماشي. كل يوم يا جحا وانا قاعد بحلق الاقي عيل يدخل عليا ويقول لي فاضل لك كام نفر؟ اقول له مثلا فاضل لي 3 او فاضل لي 4. الولد ياخد بعضه ويمشي وما يرجعش تاني. تاني يوم الاقيه جاي تاني، قدامك كام واحد؟ اقول له انا قدامي 5. وبعد ال5 يبقى الدور عليه علشان يحلق، يروح وما يجيش. الحلاق الشيخ البحبحاني قعد يفكر وقال يا ترى في ايه؟ في عيل كل شوية كل يوم يجي يسألني قدامك كام واحد، وبعدين اقول له ويروح وما يجيش. الشيخ البحبحاني قرر انه يسيب الدكان ويمشي ورا الولد علشان يعرف هو بيروح فين. مشى وراه الشيخ البحبحاني، لقى الولد راح عند بيته وقعد ينادي على مراته وقال لها قدامه 5 تنفار. مراته جت لابسة وجت نازلة وماشية. الشيخ البحبحاني فضل ماشي ورا مراته، لقى مراته رايحة عند امها. الشيخ البحبحاني قعد يزعق وقال لها ايوه كل يوم بتبعتي واحد علشان يسألني انا قدامي قد ايه، فتستغلي اللي انا في الشغل فتخرجي على راحتك وتروحي عند امك اللي انا منعتك عنها. رد جحا وقال امال فين يا شيخ بحبحاني الراجل اللي بيبيع حلاوة المولد؟ انا مش شايف غيرك هنا. رد الشيخ البحبحاني وقال له الراجل يا جحا راح علشان يوصل بنته تعبت شوية فطلب مني اني استنى هنا، هيوصلها لحد البيت ويرجع تاني، وانا كنت جاي علشان اخطب بنته اللي بتقف معاه. جحا قال للشيخ البحبحاني يعني انت ما اتكلمتش معاها خالص؟ رد الشيخ البحبحاني وقال له انا جهزت لها بيت شعر اروع ما قيل في الغزل. رد جحا وقال له طيب سمعني، قلت لها ايه؟ رد الشيخ البحبحاني وقال قلت جميعهم مروا بجانبي الا انت، مررتي عيشتي وعيشة اللي جابوني. رد جحا وقال له ايه الكلام ده يا بحبحاني؟ يعني انت اول ما تكلمها تقول لها مررت عشتي وعشت اللي جابوني؟ طب استنى لما تتجوزها وتخلف عيل وتفضل طول النهار تصوت زي المجنونة. رد عليه جحا وقال له بلاش يا بحبحاني الكلام ده، غير الكلام ده كله، هات كلام تاني افضل. رد الشيخ البحبحاني وقال له خلاص انا اول ما اشوفها هقول لها لو كان معايا مفتاح الجنة ما كنتش هدخل حد غيرك. رد عليه جحا وقال يلا يا جماعة كلنا نخش النار علشان البحبحاني يعلق العروسة الجديدة. وهم واقفين لقوا الراجل اللي بيبيع حلاوة المولد جاي عليهم. فرح جحا جدا جدا لانه كان عايز يجيب حلاوة المولد ويروح على بيته. صاحب دكان الحلوى رحب بالشيخ البحبحاني ورحب بجحا وقال لهم اهلا وسهلا، طلباتكم ايه؟ رد جحا وقال احنا طلباتنا عندك، احنا عايزين عروسة. جحا كان يقصد انه يخطب للشيخ البحبحاني، لكن الراجل صاحب الدكان فكر ان جحا عايز عروسة المولد. رد وقال طبعا موجود وطلبكم مجاب. فرح جدا الشيخ البحبحاني وقال فعلا انا ما اترفضتش، قول لي بقى بكام العروسة ديت، مهرها ايه، وكمان عايز اعرف شبكتها ايه والقايمة، وشوف انت عايز ايه طلباتك.
رد عليه الراجل صاحب الدكان وهو بيضحك، فكر ان جحا والشيخ البحبحاني بيهزروا معاه. رد وقال لا لا لا، احنا بنشتري راجل، العروسة دي خدوها، اقول لكم خدوها دلوقتي، ولا مهر ولا شبكة ولا قايمة ولا اي حاجة. فرح جحا جدا جدا وقعد يضحك وقال يا سلام يا شيخ بحبحاني، ده انت على كده تتجوز 4 عرايس مش واحدة بس. صاحب الدكان طلع عروسة من عرايس المولد اللي عنده اللي مصنوعة من الحلوى، وقال لهم ايه رأيكم في العروسة دي؟ رد جحا وقال له لا، مش دي العروسة اللي احنا عايزينها، الراجل راح يدور على عروسة تانية في الدكان تكون أكبر وأحسن. الشيخ البحبحاني قال له استنى، مش دي العرايس اللي احنا عايزينها، احنا عايزين نخطب بنتك. بص له كده صاحب الدكان وقال له بنتي أنا؟ يا شيخ بحبحاني هو أنت مش متجوز؟ رد عليه البحبحاني وقال له أيوة فعلا أنا متجوز. رد عليه الراجل وقال له طيب انت دلوقتي كلمت بنتي، ما قلتلهاش ليه ان انت متجوز؟ رد وقال اصل انا بطبعي كتوم، ما بحبش اقول المواضيع دي. صاحب الدكان قال للبحبحاني انت غلطت غلطة كبيرة لما رحت تكلم البنت من ورايا، المفروض ان انت تيجي تكلم الراجل الاول. رد البحبحاني وقال له انا كنت عايز اعرف اذا كانت موافقة ولا لا، لو مش موافقة اخد بعضي وامشي. رد عليه الراجل بائع الحلوى وقال له طيب انا هقول لك على حاجة، انت عارف حلاوة المولد وحصان المولد وعروسة المولد بيتصنعوا ازاي؟ رد البحبحاني وقال له لا معرفش، قول لي انت بيتصنعوا ازاي. رد الراجل وقال بص بقى، احنا بنجيب دقيق وبيض ولبن وسمنة وسكر وبنعجنهم في بعض، عارف بنعجنهم ازاي؟ رد البحبحاني وقال له ازاي؟ الراجل صاحب الدكان قال له بنعجنهم كده، وقعد يضرب في البحبحاني وقال له زي انا ما بعجنك كده. الشيخ البحبحاني طلع يجري. صاحب دكان الحلوى بص لجحا وقال له ودلوقتي بقى انت عايز ايه يا جحا؟ رد جحا وقال انا عايز اعرف عروسة المولد عندك بكام؟ رد عليه وقال له ب40 درهم، عقبال 40 حماتك. اللي قول لي يا جحا، مش انت برضو حماتك منكدة عليك عيشتك؟ رد عليه جحا وقال له يعني هي دي وجهة نظرك؟ رد بائع الحلوى وقال له ايوه. رد جحا وقال له طيب شيل بقى وجهة نظرك من على الارض علشان عايزين نمسح، ولا انت عايز تسيبها في الارض علشان امسح بيها الارض؟ الراجل قعد يضحك وقال له خلاص يا جحا اتفضل، ادي افضل واجود انواع الحلوى، خد سمسمية وحمصية وفولية وسودانية، ومعاهم كمان عروسة المولد ومعاهم حصان المولد. جحا اخد علبة فيها كل حلاوة المولد، واخد بعضه وراح على بيته، خبط على الباب. حماته فتحت له الباب وقالت له اهلا يا جحا، جبت حلاوة المولد؟ رد وقال طبعا يا حماتي العزيزة. مرزوقة مرات جحا قالت له بقول لك ايه يا جحا، انا دلوقتي عايزة اكل حلاوة المولد، بس انا خايفة اتخن، ما عندكش وصفة تخليني ابقى رفيعة ما اتخنش؟ رد جحا وقال لها طبعا، روحي لكهرمان العطار وهاتي من عنده حاجة اسمها لبان ذكر. بصت له وقالت له لبان ذكر يعني ده اللي هيخليني اخس يا جحا؟ رد جحا وقال لها ايوه هو كده، اي ذكر بيسد النفس. مرزوقة قالت لجحا بقول لك ايه يا جحا، انا هقول لك على حاجة بس ما تزعلش. جحا قال لها قولي في ايه يا مرزوقة؟ ردت وقالت انا النهاردة هروح ابات عند ماما. فرح جحا جدا 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 وبقى سعيد ومبسوط. خرجت مرزوقة مع حماد جحا وهم خارجين، بصت لها وقالت لها بقولك ايه، انت لازم ترجعي بيتك تاني، مش هينفع تيجي تباتي معايا النهارده. قالت لها ليه يا ماما؟ ردت امها وقالت لها يا بنتي ما تخليهوش يدرى ويتعود على حلاوة الايام من غيرك، لا انت لازم ترجعي تاني. رجعت تاني مرزوقة وخبطت على الباب. جحا فتح الباب لقى مرزوقة اتصدم. ايه يا مرزوقة ايه اللي جابك؟ قالت له مهنش عليا ان انت تبات لوحدك،
زعل جحا جدا جدا وقال لها خلاص يا مرزوقة اتفضلي. مرزوقة قالت لجحا ايه رأيك يا جحا في الستات اللي بتتعلم وما بتدخلش المطبخ؟ رد جحا وقال ايوه والله، من ساعة الستات ما خرجوهم من المطبخ ودخلوهم المدارس واحنا مش عارفين ولا لاقيين علم كويس وعلماء كويسين، وكمان مش عارفين ناكل محشي ورق عنب كويس. مرزوقة قعدت تهزر مع جحا وقالت له اللي قول لي يا جحا، لو أنا ملكة من أيام زمان، من أيام الخلافة العباسية، أنت عارف إن الخلفاء كانوا بيتسموا أسماء كويسة زي المتوكل على الله والواثق بالله والمعتصم بالله. لو أنا يا جحا كنت موجودة، كان أنا في الخلفاء العباسيين كان هيبقى اسمي إيه؟ رد جحا وقال كان هيبقى اسمك منك لله. زعلت وقالت له بقى كده طيب انا مش قاعده لك يا جحا. اخدت بعضها وفتحت الباب ومشيت. لقت امها كانت واقفه عند الراجل تاجر الحرير والكشمير، وكانت عماله تتفرج على البضاعه، وده اللي خلاها ما تمشيش. راحت وطلعت تجري بسرعه عند امها وقالت لها يا امي كويس ان انت ما مشيتيش، جحا عمال بيناكف فيا، انا لازم اعلمه الادب، انا حاجي معاكي واروح واسيب له البيت. ردت امها وقالت لها يا خايبه يا ميله، هو انت لما تسيبي له البيت انت كده بتعاقبيه؟ بالعكس ده انت كده بتسعديه، ده كده هيخلص من الزن والنكد ومن وجع دماغك. لا، انت بقى عايزه تعاقبيه؟ انا اللي اروح اجيب هدومي واروح اقعد عند جحا، انا اللي اجي اقعد معاكي، وبكده نكون احنا الاتنين على قلبه وننكد عليه عيشته. جحا بيبص من الشباك لقى مراته مع حماته. جحا حس ان حماته هتيجي وتقعد عنده في البيت. طلع يجري جحا وراح صالح مراته، وحماته قالت له بقولك ايه يا جحا، انت عارف لو زعلتها تاني هاخد هدومي واجيلك. رد جحا وقال لها ابدا يا حماتي العزيزة، انا عمري ابدا ابدا ما هزعلها. ردت حماته وقالت له خلاص انا دلوقتي هاجي معاكم وهتعشى، وبعدين انت بقى يا جحا هتقوم وتوصلني. فعلا راحوا كلهم وقعدوا ياكلوا ويتعشوا، وبعد العشاء جاب جحا حلاوة المولد وقعدوا كلهم ياكلوا وهم مبسوطين وفرحانين. وبعدها جحا راح وصل حماته لبيتها ورجع تاني وقعد هو ومرزوقة وعاشوا بعدها في حياة سعيدة جدا. وتوتة توتة فرغت الحدوتة. لو عجبتك دوس لايك، قول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تشرفنا باشتراكك في قناتنا التانية حكايات زمان. سلام عليكم.